وصفة سهلة كتير لذيذة كتير، اللي هي طريقة الفطاير اللي بالجبنة. خلينا نسمي بسم الله ونشوف المقادير. أنا عندي هون 8 كاسات طحين وكاسة على طرف لحتى نلم العجينة فيها، يعني صاروا 9 كاسات. عندي هون كاسة مي، كاسة زيت نباتي، كاستين حليب. طبعا هون في عنا كمان الجبنة، جبنة الموزاريلا، وأنا عندي هاي الجبنة الفارطة أو القريشة. طبعا أنا بطالع القريشة المالحة للمعجنات من مية الجبنة. اللي بتحب تشوف الطريقة بتلاقوا الفيديو بالقناة. وأنا عندي هون معلقتين سكر، معلقة أكل، وعندي هون 4 معالق أكل لبن، ومعلقة أكل خميرة المعجنات، وعندي هون معلقة صغيرة ملح وبياض بيضتين. أنا هون أول شي راح أضيف المي، بعدين راح أضيف الزيت، كاستين الحليب، وراح أحط السكر واللبن والخميرة، وراح أحط البياض البيضتين، راح أخفقهم مع بعضهم على السوا. وآخر شي راح أضيف الطحين والملح. أنا هلأ هون خلطت المكونات على السوا، وراح أضيف الملح على الطحين، وراح أنزل الطحين على السوائل، وراح أحاول أشكل العجينة. كل ما ريحتي العجينة كل ما بتاخدي عجينة ناجحة 100%. هلأ هون أنا حطيت كل المكونات مع بعضهم، راح أحاول هيك ألم العجينة على بعضها. شايفين راح أستعمل الطحين اللي بالكاسة. هلأ هيك بلم العجينة على بعضها. طبعا العجينة بدها تكون طرية، ما بدها تكون قاسية كتير. وهيك خلصت أنا تشكيل العجينة مثل ما انكم شايفين، ما أخذت مني لا جهد ولا وقت، شغلة 5 دقايق بس. مثل ما قلنا العجينة لازم بدها تكون طرية، ما بدها تكون قاسية. شايفين هيك بدها تكون ناعمة. أنا هلأ راح أحط شوية زيت النباتي أو زيت أصلي، وراح أغلف العجينة وأتركها تقريبا شي ساعة، أقل شي ساعة قبل الساعة. لا تمدوا إيدكم على العجينة أبدا، لأنه كل ما ريحنا العجينة مثل ما قلنا كل ما بناخد عجينة ناجحة 100% بإذن الله. أنا هلأ راح أترك العجينة لمدة ساعتين. بالنسبة لكم إذا كنتم مستعجلين أنتم مثل ما قلنا أقل شي ساعة. طبعا مو بس هي العجينة، كل أنواع المعجنات، يعني فيكم كل ما ريحتوا العجينة كل ما بتاخدوا عجينة ناجحة. أنا كاسة الطحين استعملت 3/4 الكاسة، ضل عندي هون ربع كاسة طحين بس. أنا هون تقريبا صار عندي 9 كاسات إلا شوي طحين. وهلا هيك بعد مرور ساعتين شايفين خمرنا العجينة. هلا هون راح أفرجيكم نعومة العجينة ما أكوسها صارت. شايفين ما شاء الله الملمس ولا أنعم من هيك. هون جبت صينية فرن دهنتها بشوية زيت النباتي. هلا هون راح أحط شوية طحين على المرمرة، وراح أنزل العجينة هيك على الطحين، راح أشكلها كريات. طبعا هون أنا كمية العجين بسم الله ما شاء الله كتيرة، ما راح أساوي أنا كل العجينة، راح أشيل نصها لاستعمال تاني. طبعا نحن هون بنغلف العجينة على السوا وبنحطها بالبراد، بنعيفها لمدة 2-3 ما بيجيها شي أبدا. شلت نص العجينة مثل ما قلت، ما راح استعمل كل العجينة. انا اخذت 18 قطعة بس. نحن هلا هون انا سويت تقريبا 9 كاسات الا شوية طحين. اذا سويتوهم كلهم راح يطلع معكم تقريبا شي 40 قطعة فطاير. بدأت بتشكيل الفطاير مثل ما انكم شايفين. هون رقيت العجينة، حاولت هيك اسويها بالطول شوي، وراح احط الجبنة الحشوة. طبعا الحشوة حسب رغبتكم، ايش بتحبوا فيكم تضيفوا، ما شرط جبنة يعني، ايش بتحبوا تحطوا الحشوة على راحتكم. حتى تشكيل قطع الفطاير مثل ما بتحبوا فيكم تشكلوا كمان القطع. خلصت تشكيل الفطاير. انا هون بريح الفطاير كمان شي مدة ربع ساعة، او لا اذا كنتم مستعجلين بنحمي الفرن قبل بوقت وبنحط الصينية بالفرن. طبعا بنحط الصينية بالفرن ونكون مطفين الفرن، بنعيفهم شغلة 5 دقايق. حطيت صفار بيضة وشوية حليب هيك دهنت العجينة فيها. طبعا حطيت كمان حبة البركة. مثل ما شفتوا أنا الفرن لدرجة حرارة 350، وحاطة الصينية على أول رف من تحت. أول شي بشغل الفرن من تحت أنا لمدة 13 دقيقة. 13 دقيقة بطفي الفرن من تحت، بشغل من فوق بس لمدة دقيقتين. وهيك وصلنا للشكل النهائي. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا.
من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم.